عندي اقتراح يا جماعة، هيفرق معانا قوي قوي، وهيأثر على نفسيتنا وعلى راحتنا وعلى العلاقات الاجتماعية وعلى أدائك في الشغل وعلى إنتاجيتك. اقتراح نفسي يطبق في كل الدول العربية، وهو اقتراح يعني مشروع وتخيل بس كده انه يحصل. يعني انت دلوقتي لو انت بتشتغل في شركة ما مثلا، وبتاخد اليوم عدد ساعات العمل 8 ساعات، فانت مثلا لو بتشتغل في 5 ايام فانت تقريبا بيبقى حوالي 40 ساعة. طيب انا هخليهم لك 44 ساعة في الاسبوع. ازاي؟ هخليك تشتغل 4 ايام وتأجز 3 ايام. ال4 ايام دول انا ما عنديش مشكلة ننزل فيهم 11 ساعة. 11 ساعة ما عنديش مشكلة ان انا 4 ايام انزل اشتغل فيهم كويس جدا، وال3 ايام اجازة، ال3 ايام اوف، انت مالكش علاقة بالشغل. نرجع بقى نشوف الحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية، ونرجع بقى نشوف احنا ممكن نعمل ايه في حياتنا. لكن فكرة الأجازة اليوم واحد في الأسبوع أو يومين، لا مش كفاية يا جماعة، مش كفاية خالص، مش كفاية يعني. ونفسي الاقتراح ده يطبق في كل الدول العربية. ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ انت عايز مني 40 ساعة في الأسبوع، أنا هخليهم لك 44 ساعة في الأسبوع، بس أجز 3 أيام. عايز الناس تعيش كده حياة. نرجع بقى نشوف دنيتنا ونشوف حياتنا، وناكل بطيخ مع الجبنة ونتفرج على التلفزيون ونتلمع حوالين برنامج حلو ونتفرج عليه. حياة بقى، حياة، ونرجع نعيش عادي. و3 ايام اجازة، تخيل كده 3 ايام اجازة. ياه، هيحصل ايه؟ بجد نفس الفيديو ده يتعمل له شير والناس كلها يعني يعجبها الاقتراح ده. ويعني هنعيش حياة، عارف، وهتزيد انتاجيتك وهتزيد ادائك في العمل وهيزيد حبك للشغل. هيفرق قوي والله. انا عايز اعيط.